السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شهر جديد عربي، ميلادي، أي شهر جديد، أي بداية جديدة هي فيها طاقة كده من ربنا سبحانه وتعالى إن ممكن تبدئي حاجات جديدة. فبيعجبني جدًا في اليوتيوب من الحاجات اللي باحب أتفرج عليها دايمًا تخطيط شهر يناير، تخطيط شهر فبراير، تخطيط شعبان، تخطيط رمضان، مش عارف إيه، باحبها أوي، وحاجات بصراحة فرقت معايا ولمّا عملتها غيّرت حياتي كتير. فهنا هاشارككم في الفيديو ده بشوية أفكار لو كانت موجودة في حياتِك وثبّتيها وعادات هتعمل معاكِ تضبيطة للشهر كده في جوانب الحياة. إحنا عندنا في حياتنا جوانب مهمة جدًا، الجانب الأول والأساسي علاقتنا بربنا. كل بداية شهر جديد أو كل بداية موسم جديد شوفي علاقتِك بربنا واصلة لحد فين، شوفي صلاتِك، شوفي قرآنِك، شوفي الذكر، شوفي الشكر، شوفي قربِك من ربنا، شوفي بتعملي إيه، شوفي أنتِ في معية الله لحد فين. لو كنتِ مثلًا ما بتصلّيش ضبّطي الصلاة، طب ما بتصلّي والصلاة مش على وقتها، ضبّطي الصلاة على وقتها، طب باصلّي والصلاة على وقتها بس ما فيش خشوع، أضبّط عملية الخشوع، الصيام اتنين وخميس وال3 أيام القمرية، الصدقة، القرآن، حفظ وقراءة وتدبُّر ومراجعة. كل ده بيتحط له بنود بشكل يومي، أمشي كده على آخر اليوم أنا صليت النهارده الحمد لله بخشوع، أنا النهارده الحمد لله رب العالمين راجعت الجزء الفلاني من القرآن أو الحتة الفلانية، حفظت الكام آية دول، تدبرت النهارده، قرأت. في فرق بين القراءة وبين الحفظ وبين المراجعة. القراءة ده لوحده كده، بنقعد 10 دقايق ربع ساعة نقرأ قرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. التدبُّر إن في آية معيّنة تقعدي تتدبّريها. الحفظ إنِّك أنتِ مقرّرة مثلًا إن أنا يوميًا هاحفظ ال3 سطور أو ال5 سطور دول. المراجعة إنِّك بتراجعي على اللي فات على طول، يبقى ده شغل كده للقرآن. الإتنين والخميس بتضبّطيهم، صلاة الضحى، صلاة القيام، الاستغفار، الشكر، الدعاء، كل دي بتعمليهم كده 1، 2، 3، 4 ده في الجانب الديني أو علاقتي بربنا. طيب علاقتي بنفسي أنا، اهتمامي بنفسي واهتمامي برعايتي الذاتية، بتشوفي شعرِك، بتشوفي بشرتِك، بتشوفي مثلًا جسمِك بتعملي إيه، إن كنتِ ماشية على نظام معيّن في الأكل، بتشوفي أنتِ بتعملي إيه لنفسِك كل يوم يسعدِك ويطوّرِك، بتشوفي بتقعدي مثلًا نُص ساعة أو ربع ساعة كده تشربي مشروب دافي مع نفسِك كده وتهدّي أعصابِك، تعملي استرخاء، حاجات كده فيها دلع لنفسِك كل يوم، تهتمي بلبسِك، تهتمي بشعرِك، تهتمي بشكلِك، تهتمي بروتين العناية اليومية ببشرتِك، الغسول، المرطب، إنِّك أنتِ تعملي ماسك لبشرتِك كل مثلًا مرتين في الأسبوع، ماسك لشعرِك مرّة في الأسبوع، scrub لجسمِك مرّة في الأسبوع. الحاجات دي رجلي أحطها مثلًا أعمل لها pedicure في البيت، أنقعها في مَيّة سخنة وأعمل لها صنفرة وأحط لها ترطيب وكل يوم أرطّبها بالمنظر ده. ده جانب العناية. طيب إيه كمان من الجوانب؟ الجانب مثلًا الاجتماعي. إمم، علاقتِك إيه بأهلِك، علاقتِك إيه بجوزِك، علاقتِك إيه بولادِك، علاقتِك إيه بأصحابِك، علاقتِك إيه بزمايلِك. الحاجات دي كده محتاجة إنِّك تشوفي تراجعيها، تشوفي أنتِ مقصّرة مع مين، تشوفي أنتِ مين عايزة تضبّطي علاقتِك بيه. محتاجة مثلًا أدعي ربنا يصلح ما بيني وبين زوجي، طَب المشكلة الفلانية عند ابني أدعي ربنا واستخيره واستشيره وأشوف هاعمل إيه وأطلب منّه الحل وأطلب منّه العون. أشوف مثلًا صاحباتي باقابلهم ما باقابلهمش، باكلمهم في التليفون، باشوف مثلًا أهلي بازورهم كفاية والّا ما بازورهمش كفاية، باقعد مع أمي وأبويا كفاية والّا أي كلام. لأ، كل الحاجات دي عايزة تتضبط في الجانب الاجتماعي لإن هو جانب مهم جدًا. باعمل لبيتي ولعيالي وجوزي مثلًا كل weekend مثلًا في الخميس أو الجمعة قعدة لطيفة كده نتفرّج فيها على فيلم حلو، ناكل فشار، نكون عاملين لهم مشروبات حلوة، لمّة حلوة كده لازم تبقى موجودة. العيال في طفولتها تفتكر إحنا كنا بنقعد ونتجمّع ونضحك ونهزر مهمًا كان، تحت أي ظرف نحاول نعملها بفضل الله وربنا ييسّر لنا أمورنا. باقعد كل يوم مع جوزي كده نشرب كوبايتين شاي أنا وهو، نقعد ندردش ونحكّي. ده أساسي ولازم يتعمل، ده في الجانب الاجتماعي.
تمام، قعدتي مع اخواتي، مع مامتي، مع بابايا، بنتجمّع قد إيه في الأسبوع، مرّة في الأسبوع بيبقى يوم حلو كده، وقاعدة معاهم وفاضية وباتكلّم وباهزر وباضحك، ده كل الحاجات دي بتطوّرِك وبتشحنِك. تمام، يبقى كده اتكلمنا عن الجانب الديني، واتكلمنا على جانب الاجتماعي، وجانب الدلع بتاع الاهتمام الشخصي والنفسي. طيب الجانب التطويري إيه علاقتِك بالقراءة، بتقرأي والّا ما بتقرأيش؟ الكتب مهمة جدًا يا جماعة، لازم تبقى موجودة بشكل أو بآخر في حياتنا، يبقى مثلًا على الأقل كتاب كل شهر باقرأ. طيب إيه علاقتي مثلًا بالفيديوهات التنمية بتاعة اليوتيوب؟ مجموعة فيديوهات كده هتلاقي ومجاني بالهبل، مجموعة فيديوهات تعلّمِك لغة، خديها قسّميها على شهر والّا 2 لحد ما ترفعي مستواكِ في اللغة، مجموعة فيديوهات بتتكلم عن علاقتِك بجوزِك، إزاي تحسّنيها وتطوّريها في قنوات حلوة جدًا، في حكاية فنون الرَد وفنون الإقناع وفنون التعامل وفنون التحبُّب والتودُّد للزوج. ق قنوات مثلًا متخصصة في التربية بتبقى عاملة مجموعة حلقات على لو عندِك مراهق، عندِك طفل صغير، عندِك طفل مش عارف إيه، إزاي تتعاملي معاه، ابحثي ودوّري. عايزة تطوّري نفسِك في لغة، عايزة تطوّري نفسِك في حاجة، في هواية نِفْسِك فيها، بتحبي الكروشيه، بتحبي الطبخ، بتحبي التفصيل، بتحبي الترجمة، بتحبي أي شيء أنتِ شاطرة فيه، خُدي فيه مجموعة من الحلقات والكورسات المجانية تمامًا هتلاقيها على اليوتيوب، افتحي كورس عبارة عن 10 حلقات، 20 حلقة، اقعدي ذاكريهم وافهميهم، ده الجانب التطويري. عندِك شغل معيّن أو مهنة معيّنة ما تُقفيش عند درجة وتثبتي، لأ شوفي مجموعة كورس أو فيديوهات تطوّرِك في شغلِك في الحتّة دي، عايزة تتعلّمي تسويق، عايزة تتعلّمي design، عايزة تتعلّمي أي مهارات تخُص شغلِك، كل ده حُطّيه في الجانب التطويري، ما يعدّيش عليكِ شهر إلّا أمّا تكوني خدتِ حاجة تطوّرِك وتقسّميها على مدار الأيام بحيث إن يبقى ماشي معاكِ الحال. طبعًا أنا كده باتكلّم كده في الجانب التطويري اللي هو العلمي والثقافي وكمان المهني. يبقى كده شغلِك كلّه مع بعضه. فاضل الجانب الصحّي وده جانب مهم جدًا لا غنى عنّه، بتشربي مَيّة قد إيه، بتاكلي أكل نوعيته عاملة إزاي، كمية الأكل، مواعيد الأكل، الرياضة، الفيتامينات اللي أنتِ بتاخديها، بتتمشّي شوية تفُكي عن نَفْسِك، خلاص؟ الجانب الصحّي ده جانب مهم جدًا، مواعيد وجباتِك مضبّطاها إزاي، كمية الأكل بتاعتِك، الأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن الأكل والشرب مطبّقاها في حياتِك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تطغوا فيه، مثلًا إن الرياضة، عاملة إيه في الرياضة، الحاجات دي كلّها بتتضبّط. تمام، شوفي بالليل بتاكلي بالليل أكتر، بتاكلي بالنهار أكتر، لو بتاكلي بالليل أكتر نخِف الأكل بالليل، ده كل ده بيضبّط الصحة، وبيخلّي الجهاز الهضمي أفضل، لإن الوجبات بتاعة بالليل دي كلّها بيحصل لها عملية تخمُّر وبتبقى كده مش الجسم مش ربنا ما خلقوش إن هو يقعد يتعامل مع الأكل بالليل، هو المفروض بالليل ده يهدى ويتعامل مع الأكل اللي أخده بالنهار، يهضمه ويصنّفه ويضبّطه ويروّق الجسم كلّه طول فترة الليل. الليل أنا باتكلّم من بعد الساعة 20:00 مثلًا، خلاص بقى كلنا، اتغدينا، شربنا، هيّصنا كل حاجة، نبتدي بقى نفصل، ده مش صعب أبدًا يا جماعة، ده أنا جرّبته مرّة و2 و3 و10 وبفضل الله جميل جدًا ومُريح جدًا، اللي هو بتفصلي الأكل طول فترة الليل وتبدئي مع النهار تصحي الصبح بقى تفطري 10، 11، تفطري وقت ما بتفطري، الفترة دي كلّها كافية إن الجسم صحيًا يرمّم نَفْسه. صوموا تصحوا، بند الصيام إحنا اتكلمنا فيه في الجانب الديني، بس ممكن ندخّله هنا كمان في الجانب الصحي، صوموا تصحوا، سواء صيام اللي هو صيام الليل أو الصيام الإسلامي اللي هو اتنين وخميس و3 أيام قمرية، صيام صحة رهيبة، 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 مع الرياضة، مع شرب المَيّة والمشروبات الدافية أو الأعشاب، ما يبقاش سكريات كتير، أنا مش من النوع اللي باحب اللي هو ما فيش سكريات خالص لأ، بس تكون قليلة، قليلة جدًا، 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 يعني لو بتشربي الشاي مثلًا ب3 معالق سكر خفّي السكر، السكر مش مفيد أبدًا إن إحنا نقعد ن ن ن يبقى كمية السكر عالية، الحلويات في ناس غاوية كل يوم شنطة حلويات، شيبسيات وبيبسيات وشوكولاتات ومش عارف إيه، لأ الحاجات دي كلّها مش صح إن هي تبقى يعني لمّا نِفسِك تهفِّك كده على كيس شيبسي والّا بسكوتاية والّا بتاع، لكن عمّال على بطّال برضه مش صح،
مش حلو. الحاجات المفيدة بقى السلطة الخضرا، الفواكه، وتقسيم الأكل وتنظيم الأكل، العصاير الفريش بدل اللي فيها اللي جاية من برّه ومليانة سكريات ومليانة هَم تقيل، يبقى جوّه البيت بتحبي العصاير، ما بتحبيش العصاير بتحبي تاكلي الفاكهة زي ما هي، كل دي حاجات بتساعد. أحدد مقدار من المَيّة كل يوم أشربه، شوفي أنتِ بتحبي تشربي المَيّة سقعانة، مَيّة دافية، مَيّة عادية من الحنفية، مَيّة مُضاف ليها ليمون، مَيّة مُضاف ليها نعناع، مَيّة مُضاف ليها إيه، أعشاب، المهم خلّي بند المَيّة موجود في حياتِك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ده شيء مهم جدًا. كده اتكلمنا عن جوانب مهمة أوي، أوي، أوي في حياتنا، لازم يكون ليّا إضافة كل يوم فيها، كل يوم أعمل إضافة في الجوانب دي، الجانب الديني، الجانب الذاتي، العناية بنفسي، الجانب التطويري والعلمي والثقافي، الجانب المهني، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، كل يوم لو حطيتِ حتّة صغيّرة في كل حتّة من دول هيحصل لِك توازن في عجلة الحياة، توازن في حياتِك، هتحسّي بتغيير ساعتها لا هتدوّري على حد نفسي تتكلّمي معاه، ولا هيبقى لِك مش عارف مشاكل نفسية، كل ده هيروح مع الوقت بفضل الله. طبعًا، طبعًا أنصحكم وأوصيكم بتخفيف السوشيال ميديا خالص، 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 نخفّها على قد ما نقدر، لو كل هيبقى ارتباطنا بالموبايل يبقى عن طريق اليوتيوب، بنفتح الحاجات المفيدة، نتعلم ونقفل. خفّي السوشيال ميديا على قد ما تقدري، كل الحاجات اللي فيها scroll الreels الshorts الحاجات التيك توك الحاجات دي خفّيها على قد ما تقدري، لإن هي عبارة عن بير مالوش قرار، الواحد بيترمي فيه بيضيع. بيضيع، فدي تبقى خطة سَنة وخطة شهر وخطة كل يوم، دي الخطة المستدامة اللي لا يمكن واحد أو واحدة عندهم نظرة وأهداف للحياة وعندهم خطة للحياة وعندهم إقبال على الحياة ما يكونش ماشي على النظام ده، ده نظام حياتي lifestyle هيخلّيكِ وزنِك يتضبّط أوتوماتيك، هيخلّيكِ سِنِّك يتضبّط ويبقى شكلِك أصغر من سِنِّك بكتير، هيخلّيكِ سعيدة، هيخلّيكِ متطوّرة، هيخلّيكِ فرحانة، هيخلّيكِ عايشة مش محتاجة حاجة من حد، أنتِ كده مكتفية وزي الفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.